سلام، تحلية باردة واخا باردة راها غنية بالشوكولاتة، والشوكولاتة من الحوايج اللي كنحتاجوها في هاد البرد، لانها كتساعد الجسم ديالنا باش يحس بالدفء. اول حاجة نوجدها هي الحليب. عندي هنايا طرود الحليب، غنضيف ليه 5 د المعالق السنيدة، واحد الكيس ديال السكر المنسم بالفانيلا، معلقة كبيرة ديال بودرة الكاكاو المر، و5 د المعالق ديال المايزينا. غنحرك هادشي كلشي على البارد حتى يذوب ليا داك المايزينا وما يبقاوش عندي كتل. ديتو على النار متوسطه وبقيت نقبلها بالتحريك حتى اختار ليا الخليط وتكاتف. من بعد ضفت ليه واحد المعلقه ديال الزبده وتقريبا واحد 120 غرام ديال الشوكولاته من نوعيه جيده. خديت هاد البسكوي صابلي، ستفت النص ديالو، تقريبا غنحتاج لجوج علاب. العلبه الاولى في القعر ديال المول، ما احتاجينش انني نفزقهم. وضعت عليها مباشرة نصف الكمية ديال الصوص ديال الشوكولاتة، ومن بعد وضعت العلبة الثانية وكملت. في هذه المرحلة خصنا نزربو شي شوية لان الخليط دغيا دغيا يجمد صافي. وبالنسبة للطبقة الثالثة خديت واحد 50 غرام حتى 60 غرام ديال الشوكولا، ضفت لها 3 المعالق الحليب، ذوبتها غير فوق البوطة وضعتها على الوجه ديال الطورطة ديالي. زينتها بشوية ديال حليوات هكا فيغميسال، وهذا هو الشكل النهائي ديالها. محتاجينش نشعلو لا فران. طرطة اكثر من رائعه، المذاق ديالها كيجي روعه، سهله في التحضير ومقاديرها بسيطه. جربوها غادي تعجبكم. بسلامه.